السلام عليكم. ان شاء الله النهارده هنحل مع بعض مسألة كاملة على السوليد اسلاب. معايا بلان كامل، مطلوب مني ان انا اعرف التسليح بتاعه وان انا ارسمه. ومديني معطيات جيفن، مديني الاف سي يو ب 25 نيوتن على المليمتر مربع، ومديني الاف واي ب 350 نيوتن على المليمتر مربع، ومديني الفلور كفرنج بواحد ونص كيلو نيوتن على المتر مربع، ومديني اللايف لود ب2 كيلو نيوتن على المتر مربع، ومديني الكاميرا ب25 في 60 سنتيمتر، ومديني البلان. اول حاجه لازم ان انا اعرف البلاطه اللي معايا دي هل هي وان واي ولا تو واي. طيب اعرف منين البلاطه وان واي ولا تو واي؟ عن طريق الار. طيب الار دي عباره عن ايه؟ انا معايا ان الار بتساوي اللونج على الشورت. ايه اللونج وايه الشورت؟ اللي هي الاطوال، اشوف الطول الطويل اللي معايا فين والطول القصير. وليكن ان انا معايا هنا، وليكن هسمي الاول البلاطات، وليكن هقول ان دي اس واحد، ودي اس اتنين، ودي اس تلاتة، ودي اس اربعة، ودي اس خمسة. دي كده اول حاجة. طيب انا دلوقتي عايز اعرف البلاطة رقم واحد، اعرف هل هي وان واي ولا تو واي. لو طلع معايا لو طلع معايا ان الار دي اكبر من اتنين، هقول له انها وان واي. وان طلعت اقل من اتنين او تساوي اتنين، هقول له انها تو واي. دي بالنسبة لأول حاجة. طيب أول حاجة معايا، أنا معايا طول أربعة ومعايا تلاتة ونص. اتفقنا إن الطول الطويل على الطول القصير، الطول الطويل عندي اللي هو كان أربعة على الطول القصير اللي هو تلاتة ونص، فطبيعي جدا إن هو مش هيطلع معايا اتنين، فمعنى كده إن البلاطة دي هتبقى تو واي. هقول له إن البلاطة دي تو واي عن طريق إن أنا أرسم له كده. طيب بالنسبة لي البلاطة رقم اتنين، معايا تلاتة خمسة وعشرين ومعايا أربعة. يبقى أربعة على تلاتة خمسة وعشرين كذلك مش هتطلع معايا أكبر من اتنين، فهتبقى دي كمان تو واي. بالنسبة للبلاطة رقم تلاتة، أنا معايا تلاتة ونص ومعايا تلاتة ونص وتلاتة خمسة وعشرين، اللي هي ستة خمسة وسبعين. يبقى ستة خمسة وسبعين على تلاتة ونص هتطلع واحد وتسعة. تطلع واحد وتسعة يعني أقل من اتنين، يعني البلاطة دي كذلك تو واي. وبالنسبة للرقم أربعة، كذلك تلاتة خمسة وعشرين ومعايا تلاتة ونص، يبقى تلاتة ونص على تلاتة خمسة وعشرين يطلع معايا أقل من اتنين، فتبقى البلاطة دي كذلك تو واي. وطبعا السلم أنا بعتبر إن السلم ده فراغ، لأن التصميم بتاعه بيبقى خارجي. دي بالنسبة لأول حاجة. طيب بعد كده انا دلوقتي عرفت البلاطه هل هي وان واي ولا تو واي. بعد كده المفروض ان انا لو معايا بلاطه تو بلاطه وان واي، ما بيبقاش عندي حاجه اسمها الفا ولا بيتا. طيب لو هي تو واي بيبقى معايا الفا وبيبقى معايا بيتا. طيب علشان ان انا احسب الالفا والبيتا لازم ان انا اجيب حاجه اسمها الار، والقانون بتاعها بيساوي الام في الطول الطويل على الام داش في الطول القصير اللي هو الشورت. طيب ايه هي الام وايه هي الام داش؟ انا لو معايا بلاطه سيمبل وليكن كده، هتبقى الام بيساوي الام داش بيساوي واحد. طيب لو هي متصله من ناحيه واحده، يعني وليكن انا معايا كده وهي متصله من ناحيه واحده، هتبقى الام مثلا بيساوي الام داش هتساوي 0.87%. طيب لو هي متوصله من الناحيتين، فهتبقى الام بيساوي الام داش بيساوي 0.76. دي بالنسبة لأول حاجة. طيب أبدأ بعد كده إن أنا أحسب الآر لكل واحدة علشان أقدر إن أنا أحسب الألفا والبيتا. طيب لو أنا جبت الآر هحسب الألفا والبيتا إزاي؟ أنا معايا قوانين ومعايا جدول اللي هو بتاع الكود المصري، لكن أحيانا ما ببقاش مدي الأرقام العشرية أوي يعني، فأفضل القوانين. طيب القوانين دي بتقول إيه؟ أنا معايا قوانين، معايا قانون للألفا بيساوي نص
في الار اللي انا حسبتها ناقص 15%. طيب بالنسبة للبيتا اللي هي 35% على الار تربيع، ومنساش التربيع. ودايما بالنسبة اللي فوق دايما بياخد بيتا، واللي تحت دايما بياخد الفا. طيب معلومة ليك، لو الار دي طلعت اقل من 1 فانا بشقلب الكسر، يعني بخلي الام داش في ال شورت بخليها هي فوق، وبخلي الام في ال الطويل تحت، وكذلك اللي تحت بياخد الفا واللي فوق بياخد بيتا. تمام. ابدا بقى ان انا احسب، وليكن اول حاجه انا معايا ان البلاطه دي وليكن هي بالنسبة للطول الطويل اللي هو كان 4، والطول القصير اللي هو 3.5. طيب بالنسبة للطول اللي هو الطويل اللي هو ال4، هو متوصل عندي من الناحية دي ومتوصل من الناحية دي، فتبقى البلاطة دي هتاخد 0.76%. طيب بالنسبة للاتجاه القصير اللي هو 3.5، هي كذلك متصلة من هنا ومتصلة من هنا، فهتاخد هي كمان 0.76. طيب أبدأ إن أنا أحسب، هقول له وليكن R1 بتساوي، احنا اتفقنا اللي كان الطول الطويل اللي هو كان 4، وتحت كان 3.5 في، وهنا في، اتفقنا انها فوق متصلة من ناحيتين فتاخد 0.76%، وتحت كذلك متوصلة من ناحيتين فتاخد 0.76%. احسب الكلام ده هيطلع معايا 1.142 طيب انا دلوقتي حسبت الار، مطلوب مني ان انا احسب ايه؟ مطلوب مني ان انا احسب الالفا والبيتا. اتفقنا الالفا والبيتا، انا معايا قانون للالفا اللي هو بيساوي نص في الار نص في الار اللي انا طلعتها اللي هي 1.142 ناقص 15%، واشوف الرقم ده يطلع معايا كام. هيطلع معايا 0.421. طيب بالنسبة لي البيتا بيساوي 35% على الار تربيع. انا معايا الار اللي هي كانت 1.142 لكل تربيع، الكلام ده هيطلع معايا 0.268. ده كده بالنسبة لأول حاجة. كذلك هعمل الكلام ده في اس 2 واس 3 واس 4. طبعا بالنسبه لاس 5 فاس 5 هي اصلا بلاطه وان واي، فمش مطلوب مني ان انا اعمل الحوار ده خالص. طيب بالنسبه للبلاطه التانية، البلاطه التانية معايا طول القصير اللي هو كان 3.25، ومعايا الطول الطويل اللي هو كان 4، يبقى 4 الأربعة دي بالنسبة للطول الطويل متوصلة عندي من ناحية واحدة بس اللي هي الناحية دي، إنما الناحية دي مش متوصلة بحاجة. 87. وبالنسبة للطول القصير هو كذلك متوصل من ناحية واحدة فهياخد 0.87. يبقى اجي اقول بالنسبة لار 2 عندي اللي هو كان 4 في و3.25. أول واحدة كانت متوصلة معايا من ناحية واحدة فهتاخد 0.87%، والتانية كذلك اللي هو الطول القصير كان متوصل بالناحية واحدة يبقى هو كمان 87%. أحسب الكلام ده هيطلع معايا 1.23%. أحسب ألفا وبيتا، هحسب ألفا عن طريق نص في الار اللي هي 1.23 ناقص 15%، وأشوف الكلام ده يطلع معايا بكام. يطلع معايا 46%. بالنسبة لبيتا كذلك 35% على الار تربيع 1.23 لكل تربيع هتساوي 0.231. كده انا حسبت الفا وبيتا بتاعة البلاطة رقم 2. طيب بالنسبة للبلاطة رقم 3، انا معايا الطول الطويل اللي هو كان 6.57%. 6.75%. هل هي متوصلة بحاجة؟ أنا شايف إن هنا فراغ وهنا فراغ، فهتاخد 1، إن الطول الطويل هياخد 1.
طيب بالنسبه بقى للطول القصير، الطول القصير عندي هو متوصل من الناحيه دي ومتوصل من الناحيه دي، فهياخد 0.76 اللي هو كان 3.5. بقول له ار 3 هتساوي، انا معايا الطول الطويل اللي هو كان 6.75 في، هو مش كان متوصل باي حاجه فيبقى في واحد، والطول القصير اللي هو كان 3.5 هو متوصل من ناحيتين فهياخد 0.76. واشوف الكلام ده يطلع معايا بكام، هيطلع معايا ب2.53. احسب الفا عن طريق 0.5 في الار اللي هي 2.35، 2.53 ناقص 15%، وشوف الكلام ده يطلع بكام، هيطلع 1.26. طيب بالنسبة لبيتا 35% على الار تربيع اللي هي كانت 2.53 كل تربيع، هيطلع معايا الكلام ده 0.54. كده انا حسبت الفا وبيتا بتاعة البلاطة رقم 3. طيب بالنسبة للبلاطة رقم 4 واللي هي تعتبر الأخيرة عشان إن أنا أجيب الألفا والبيتا، كذلك أنا معايا الطويل اللي هو 3.5، ومعايا الطول القصير اللي هو 3.25. بالنسبة للطول طبعا أنا حاسب إن ده فراغ، فعلشان ان انا اجي ابص من الطول القصير فهو هياخد واحد، ليه؟ لان هو مش متوصل باي حاجه. طب بالنسبه بقى للطول الطويل هو متوصل عندي من الناحيه دي فهياخد 0.87. يبقى انا اجي تحت واقول له بالنسبة لار 4 فهي هتساوي، انا معايا ان كان الطول الطويل اللي هو كان 3.5 على الطول القصير اللي هو 3.25. هنا في الطول القصير كان متوصل من ناحية، كان متوصل من ناحية، الطول القصير ما كانش متوصل من اي حاجة فخد واحد، والطول الطويل اللي هو 3.5 متوصل من الناحية فهياخد 0.87. يبقى الطول الطويل في 0.87 على الطول الطويل اللي هو ما كانش متوصل بحاجة فهياخد واحد. هشوف الكلام ده يطلع معايا بكام، طلع معايا 1.076. احسب الفا عن طريق نص في الار اللي هي ب1.076 ناقص 15%، يطلع معايا الكلام ده ب0.38. طيب بالنسبة لبيتا هي عبارة عن 35% على الار تربيع اللي هي 1.076 كل تربيع، يطلع معايا 0.302. كده انا حسبت الفا وبيتا لكل واحدة. طبعا بالنسبة الاس 5 فهي بلاطة وان واي فمش لازم ان انا احسب لها الكلام ده. طيب انا دلوقتي وزعت وعرفت ايه الوان واي والتو واي، وحسبت لكل واحدة الار وحسبت الالفا والبيتا. طيب ايه الخطوة اللي بعد كده؟ الخطوة اللي بعد كده اللي هي ان انا احسب الاحمال. انا معايا دلوقتي لازم ان انا احسب الاون ويت، لازم ان انا احسب الاول التخانة اللي هي التي بتاعة كل بلاطة، وطبعا بوحد البلاطات كلها على اكبر واحدة. طيب وليكن في اول بلاطة معلومة برضو، لو انا بشتغل one way سلاب، فانا لو هي عندي كاميرا سيمبل فانا بقول له ال على 30. ولو هي two way
لو هي متصلة من ناحية، يعني وليكن هنا متصلة من ناحية، فأنا هقول له ال على 35. طيب لو هي متوصلة من ناحيتين فأقول له ال على 40. ده في حالة لو هي one way. طيب في حالة لو هي two way، وهي في حالة two way slab، فهي لو هي متوصلة من ناحية واحدة، عفوا، لو هي متوصلة من ناحية واحدة فأنا هقول له ال على 35. لو دي لو هي مش متوصلة من أي ناحية. طيب لو هي متوصلة من ناحية واحدة هقول له ال على 40، ولو هي متوصلة من ناحيتين فأنا هقول له ال على 45. طيب دي كده حاجة. طيب أنا دلوقتي عايز إن ده بالنسبة للتي، علشان إن أنا أحسب التي. ده كده بالنسبة للتي، ودي كمان بتبقى التي مينيموم. ده كده التي، كده بالنسبة للتي. طيب انا عندي اول بلاطة، طبعا انا معايا كل البلاطات تو واي، فمعايا اول بلاطة هي متوصلة بقى من ناحية هنا ومن ناحية تانية. فانا هقول له معنى كده الطول على 45، فاللي هي 1200 على 10 اللي هي ب120 مليمتر. طيب انا هاخد انهي واحده في دول؟ انا هشوف اكبر واحده من دول، ولازم ان انا اقربها لاقرب رقم يقبل القسمة على 20 او يقبل القسمة على 50. طبعا انا معايا ال120، فهي كده كده اصلا اكبر حاجه معايا، وكده كده بتقبل القسمة على 20. هقول له ان التيم هاخدها ب 120 ملي متر. وطبعا عشان ان انا احسب منها الدي، فانا هقول له تي ناقص 20 اللي هي هتطلع 100. طيب انا دلوقتي حسبت التخانه. بعد كده المفروض ان انا بعمل ايه؟ بعد كده المفروض ان انا بحسب الدبليو التيميت. احسب الدبليو التيميت ازاي؟ عن طريق القانون اللي معايا اللي هو بيقول دبليو التيميت بيساوي 1.4 في الديد لود اللي هي كانت عباره عن الجاما كونكريت في التي اس زائد الفلور كفرنج زائد 1.6 في اللايف لود. طيب انا دلوقتي معايا ادي 1.4 في الجاما كونكريت اللي انا حافظها اللي هي ب25، في التي اس اللي انا حسبتها اللي هي 120 مليمتر، فلازم ان انا احولها لمتر يبقى 0.12 زائد الفلور كفرنج. هو مديني الفلور كفرنج فوق اللي هو ب1.5، ومديني اللايف لود ب2، يبقى 1.5 زائد 1.6 في 2. الكلام ده هيطلع معايا 9.5 كيلو نيوتن على المتر مربع. طيب هو دلوقتي على المتر مربع، بس انا لازم ان انا اشتغل على المتر الداش. فاعمل ايه؟ هقول له ان انا وليكن هاخد شريحة عرضها 1 متر، فهضرب الكلام ده في 1 متر، يبقى اقول له الدبليو التيميت بيساوي 9.5. انا كده كده خدت شريحة ب1 متر اللي هي ب1، فيبقى معايا 9.5 كيلو نيوتن على المتر الداش. طيب انا دلوقتي حسبت الدبليو التيميت. طيب ايه اللي بعد كده؟ بعد كده المفروض ان انا بحسب الدبليو التيميت بتاعه كل بلاطه. يعني انا اقول له وليكن دبليو التيميت 1 هتساوي، كان معايا الالفا والبيتا بتاعتها بكام. هرجع للاول خالص واشوف. انا معايا ان كان ار1 كان الالفا طلعت معايا ب 0.421 من 1000، والبيتا طلعت معايا ب 268 من 1000. فانا اقول له ان الالفا طلعت معايا ب 0.421 من 1000، والبيتا
كانت طلعت معايا ب 268 من ألف. كده أنا حسبتها. أنا أصلا كنت حاسبها فحطيتها معايا. طيب بعد كده بحسب الدبليو بتاعة الألفا، اللي هي أنا معايا الرقم بتاع الألفا اللي هو 0.421 في الدبليو ألتيميت بتاعتي اللي هي ب9.5، وأشوف الكلام ده يطلع معايا بكام. وكذلك الدبليو بيتا عبارة عن 1.268 في 9.5، واشوف الكلام ده يطلع معايا بكام. اول واحده اللي هي الدبليو بتاعت الالفا طلعت معايا ب3.99 كيلو نيوتن على المتر مربع. والدبليو بيتا طلعت معايا 2.54 كيلو نيوتن على المتر مربع. طيب بالنسبه للالفا وبالنسبه للبيتا انا بوزعها ازاي اصلا؟ يعني وليكن نمسح الكلام ده علشان نحط عليه. انا بقول له الاتجاه الطويل والاتجاه القصير. بالنسبه للاتجاه القصير او اللي انا قلت لك عليه اللي هو كان اللونج فوق والشورت تحت، فانا تحت دايما باخد الالفا وفوق دايما باخد البيتا. طيب لو انا جيت رجعت للار مثلا وليكن لار واحد، عفوا بالنسبه لار واحد معايا الطول القصير اللي هو 3.5، فالطول القصير ده هياخد ألفا، والطول الطويل اللي هو كان 4 هياخد بيتا. يبقى أنا معايا الطول الطويل اللي هو 4 دبليو ألفا في الاتجاه القصير، والدبليو بيتا في الاتجاه الطويل. طيب أنا دلوقتي معايا الاتجاه القصير اللي هو 3.5، فيبقى الألفا بتاعته اللي هي ب 3.99 اللي هي كانت الكبير اللي هو الطول ده كده، فهيبقى معايا الدبليو بتاعته ب3.99. طيب بالنسبة للطول الطويل اللي هو كان ده، هو ده يبقى السهم جاي كده، فأنا هحط كذلك الدبليو بتاعته عليه، يبقى الدبليو بتاعت البيتا اللي هي كانت ب2.54. طيب بالنسبة للشريحة بالنسبة لي S2 وليكن كذلك معايا الطول القصير اللي هو كان 3.25، ومعايا الطول الطويل اللي هو كان 4. بالنسبة لي الطول الطويل هياخد بيتا، والطول القصير هياخد ألفا. طيب أنا كنت حاسبها كام؟ لو أنا رجعت للي أنا لسه حاسبه هلاقي إن أنا حسبت لسه هحسب أصلا الدبليو ألفا والبيتا بتاعتها. طيب بالنسبة لآر اتنين، ار اتنين انا معايا الالفا ب46%، ومعايا البيتا ب231 من ألف. فانا هاجي اقول له يكون دبليو التيميت 2، انا معايا كانت هي توي الالفا كانت ب46%، والبيتا كانت ب231 من ألف. طب يبقى الدبليو بيتا هتساوي 0.231 في 9.5، نشوف هيطلع بكام. والدبليو ألفا هتشوف هيطلع بكام. دبليو ألفا معايا ب0.46 في 9.5، واشوف هيطلع معايا بكام. الدبليو بيتا طلعت معايا ب2.19 والدبليو ألفا طلعت معايا ب4.37. كذلك اروح ان انا احطها على الاسهم.
انا معايا قلت ان الاتجاه القصير بياخد الفا، والاتجاه الطويل بياخد والاتجاه الطويل بياخد بيتا. طيب انا طلعت البيتا كام؟ طلعتها ب2 و19، وطلعت الالفا ب4 علامة 37. طيب بالنسبة لرقم 3 R3، حسبت الألفا بتاعتها كانت ب1 و26، والبيتا كانت ب54 من 1000. فأنا أقول له W3 كانت الألفا ب 0.388، والبيتا بتساوي 0.054. طيب يبقى الدبليو بتاعت الألفا يبقى 0.388 في 9.5، بشوف هيساوي كام، والدبليو بيتا كذلك 0.054 في 9.5، بشوف هيطلع بكام. الدبليو ألفا طلعت معايا ب3.688، والدبليو بيتا طلعت معايا ب0.513. بالنسبة ل W4، أنا معايا الألفا بتاعتها ب1 و76 من 1000 و38 من 100. أنا هقوله الألفا بتساوي 0.388، والبيتا بتساوي 0.302. يبقى الدبليو بتاعت الألفا هتساوي 0.388 في الدبليو التيميت اللي هي ب9.5، بشوف هتساوي كام، والدبليو بيتا هتساوي 0.302 في 9.5، بشوف هتساوي كام. الدبليو ألفا طلعت معايا ب3.68، والدبليو بيتا طلعت معايا ب2.86، واروح احط الكلام ده على الاسهم. هنا احنا محطناش محطناش S3، هذا S3 كنا حاسبينها، هذا S3 كانت ب3.68 و513 من 1000. يبقى ادي الدبليو بيتا اللي هي كانت في الاتجاه الطويل اللي هي 0.513، والألفا في الاتجاه القصير اللي هو 2 علامة طلعت عفوا 3.686. وبالنسبة ل R4 كذلك كان الكبير اللي هي الألفا بيتا، الألفا الدبليو ألفا كانت ب3.68، والدبليو بيتا كانت ب2.86. دلوقتي انا حسبت كل حاجة. طيب دلوقتي انا ناقصني ايه؟ ناقصني ان انا باخد شرايح في الاتجاه الافقي وفي الاتجاه العرضي. طيب انا هنا هاخد شرايح فين؟ ممكن ارجع تاني للبلان. اول شريحة هاخدها اللي هي هنا كده، ده كده الشريحة رقم 1. طيب الشريحة رقم 2 هاخد في الاتجاه ده برضو لانها متغيرة، اللي فوق مش زي اللي تحت، فتبقى رقم 2. طيب هل في حاجة تالتة ان انا اخدها؟ لا مفيش في الاتجاه الافقي، لكن في الاتجاه الرأسي ممكن ان انا اخد شريحة كده، ودي كده تبقى 3، وهنا كذلك شريحة رقم 4،
وهنا هاخد شريحة رقم 5. طيب بعمل ايه بالشرايح دي؟ بحسب المومنت عند كل واحدة. طيب انا وليكن في الشريحة رقم 1 دي، انا هنا شايف ايه؟ انا شايف ده كده الجزء الكانتليفر والأربعة متر والتلاتة ونص متر. طيب أروح إن أنا أعمل الكلام ده. لو ستريب 1. طيب أنا هنا شايف إيه؟ أنا معايا هنا كده باكية، وهنا وهنا، وده جزء الكانتليفر. جزء الكانتليفر طبعا كان عليه 9.5، ومعايا الجزئين الباقيين اللي هو كان بتاع الدبليو ألفا والدبليو بيتا. أروح أحسب أشوف هو كان بكام. في الاتجاه بتاع الشريحة الأولى كان باتنين علامة 54، وهنا كان بتلاتة علامة 68. وهنا كده كان 3 علامة 68، وهنا كان 2 علامة 54. وبرسم المومنت. أنا معايا كده طبعا ده كان تليفر، فأنا هعلق وأوصل عادي، وهحسب المومنت عنده. اقول له 9.5 في ال سكوير. دي طبعا كانت 1 و2، ودي كانت 4، ودي كانت 3.5. يبقى 1 و2 كل تربيع على 2. واشوف الكلام ده يطلع معايا بكام. طلع معايا ب6 علامة 8.4. طيب وهنا هاخد دبليو ال سكوير على 24، هيطلع معايا دبليو اللي هي كانت ب3 علامة 68 في ال سكوير اللي هي 3.5 على 24، يطلع معايا 1 علامة 33. طيب بالنسبة الجزء ده أنا بحله بالسمبليفاي اللي هو القانون الفرنسي. طيب كده برسم المومنت. أنا معايا ده كانتليفر، فهعلق واوصل دبليو ال سكوير على 2، هيطلع معايا 6.84. ومعايا الجزء ده دبليو ال سكوير على 24، يطلع معايا 1 علامة 33. ومعايا الجزء ده هحل الجزء ده ازاي؟ بالسمبليفاي عادي. انا معايا الطول ده اللي هو كان 3.5، وده كان 4، ودي كان 1 و2. طيب احله ازاي؟ انا معايا علشان ان انا اجيب المومنت هنا، فبقول له هنا الام هتساوي W1 في L1 تكعيب زائد W2 في L2 تكعيب على 8.5 في L1 زائد L2. طيب ابدا ان انا احسب. انا معايا الحمل الاول اللي هو كان 3.68 والطول بتاعه 3.5، يبقى يتساوي 3.68 والطول بتاعه كان 3.5 تكعيب زائد الحمل التاني اللي هو كان 2 علامة 54، 2 علامة 54 في ال بتاعته سكوير. بس في حاجة، أنا معايا الطول ده داخلي، يعني الطول ده في النص من هنا ومن هنا، فلازم إن أنا أضرب في 8/10. فأنا أجي هنا وأقول له 8/10 في 4 تكعيب على 8.5 في الطول الأول اللي هو كان 3.5 زائد 4. وأشوف الكلام ده يطلع معايا بكام. هيطلع معايا 3.06. أنا أجي هنا أقول له 3.06 وأوصل ده كده، يجي هنا، ولما أنا أجي أوصل ده كده يطلع معايا كده. طبعا الجزء ده كله نيجاتيف، فلازم إن أنا أحط جزء بوزيتيف عادي.
هعلق واقول له دبليو ال سكوير على 16. اقول له دي كده دبليو ال سكوير على 16 هتطلع معايا ب 2.5 4، قيمة مش كبيرة. وابدأ ان انا احسب بقى المومنت. يعني وليكن هنا هقول له دبليو ال سكوير على 8، دبليو ال سكوير على 8، بس ناقص الطول ده ناقص 0/2. يعني اقول له 3.06 ناقص 0/2، هيطلع معايا الكلام ده ب2.61. يبقى انا معايا قيمة هنا كده 2.61، وهنا دبليو ال سكوير على 8 فيطلع معايا ب 5.08. وطبعا ده انا حسبته. طيب انا كده حسبت بتاع اول شريحة. هعمل نفس الكلام ده في الشريحة رقم 2 والشريحة رقم 3 و4 و5. طبعا انظم الدنيا هنا عشان اكيد هحتاج الكلام ده بعد كده. يكون همسح عشان تكن الشرح مش اكتر. ارجع احطه بنظام اكتر. وابدا ان انا ارسم. انا معايا دي كده معايا هنا كده 2.61 اللي انا كنت حسبتها بدبليو ال سكوير على 8 ناقص المومنت اللي كان هنا اللي هو كان ب3.06، وهنا كان 5.08. وهنا انا علقت اللي هو دبليو ال سكوير على 16 اللي هي طلعت ب2.54. كده ده بالنسبة لأول ستريب. طيب بالنسبة لي ستريب رقم 2 نقول له مثلا ستريب 2 واشوف هو قاطع فين. هرجع للبلان نمسح الكلام ده برضو عشان نفهم اكتر. دي كده كانت اول شريحة اللي احنا حسبناها. تمام. دي كده تاني شريحة اللي انا المفروض ان انا احسب فيها. طيب انا معايا هنا 3 باكيات. معايا الاطوال اللي هي 3.5 3.5 4. هنا الاطوال 3.5 3.5 4. وبالنسبة للأحمال لو أنا جيت رجعت هنا فبالنسبة للجزء ده فاللي هو كان ال W بتاع الألفا اللي هو كان 3.99. وكذلك هشوف الباقي وأبدأ إن أنا أحط الأحمال بتاعته عليه عادي جدا. هنا كده معايا الجزء ده كان ب2.54. والجزء اللي هو كان على الطرف اللي هو الباكية بتاع 3.5 كان 2.86. وبالنسبة للجزء اللي في النص كان 3.68. وأبدأ إن أنا أحسب كذلك المومنت عليه بنفس الطريقة اللي أنا كنت حسبتها. هاجي هنا
طبعا هنا دبليو ال سكوير على 24، هنا دبليو ال سكوير على 24. عشان ان أنا اجي احسبه هيطلع معايا هنا 1.69، وهنا 1.45. وطبعا هحسب المومنت هنا وهحسب المومنت هنا عن طريق دبليو في ال سكوير زائد دبليو 2 في ال 2 سكوير تكعيب على 8.5 في ال 1 زائد ال 2. طبعا لما انا اجي احسب المومنت عند النقطة دي كده فهيطلع معايا ب3.41، وعند النقطة دي كده هيطلع معايا ب3.81. وابدأ ان انا اوصل هنا كده. طبعا هنا دبليو ال سكوير على 16 هيطلع معايا 2.81. وهنا دبليو ال سكوير على 8 فهيطلع معايا دبليو ال سكوير على 8 ناقص 3.41 على 2، طلع معايا ب2.67. وهنا دبليو ال سكوير على 8 ناقص 3.81 على 2، طلع معايا 3.175 طيب تمام. وهنا دبليو ال سكوير على 8 طلعت معايا 5.63. بعد كده اقول له ستريب 3، الشريحة رقم 3، شوف هي هتكون ايه. الشريحة رقم 3 اللي هي هتبقى دي كده. طيب انا شايف الجزء الكانتليفر و3.5 و3.25. انا معايا كانتليفر على الطرف. طبعا المومنت بتاعه اللي هو كان 9.5، هنا 3.25 تقريبا، وهنا 3.5، وهنا 1.2. لو انا جيت بصيت في المنتصف اللي هو على المومنت اللي في النص، ارجع واشوف انا شايف ايه. رجعت للبلان. طبعا لو تفتكر انا كنت حاطط في اتجاه سهم كده وفي اتجاه سهم كده. بالنسبة لاتجاه السهم ده اللي هو كان دبليو الفا، اللي هو كان 3.99. فانا طبيعي انا باخد الشريحة، يعني انا باصص كده، فباخد في نفس اتجاه السهم. انا واخد الشريحة دي كده، فهبص لاتجاه السهم اللي هو ماشي فيها اللي هو 3.99. طيب لو انا واخد الشريحة اللي هي بالعرض كده زي ستريب 1، فانا ماشي مع اتجاه السهم اللي هو كان 2.54. طيب يبقى انا هحط هنا على الحمل كام؟ هحط 3.99 على الستريب اللي انا شغال فيه اللي هو 3 ده. يكون حاجة ان انا ارسم هنا. هنا كان معايا ده كده اللي هو كان ب3.99، وكان معايا ده كده اللي هو كان كانت 3 علامة، كانت 4 علامة 3.7 اللي هي في الاستريب رقم 3. انا باصص دلوقتي هنا كده، انا باصص في الاتجاه ده كده، فاتجاه السهم اللي هو كان هنا بتاع الدبليو بتاع الالفا كان ب4 علامة 3.7. ارجع واكمل عادي. بعد كده ابدا ان انا ارسم المومنت. انا معايا كانتليفر على هنا كده، اعلق واوصل برولة واحسب المومنت عنده عن طريق دبليو ال سكوير على 2، 9.5 في ال اللي هي ب1.2 على 2، هيطلع معايا ب6.8.
4. وهنا دبليو ال سكوير على 24 طلع معايا بواحد علامة 75. طبعا هحسب المومنت هنا هيطلع معايا ب3 علامة 9 1. اوصل هنا كده وهنا يبقى دبليو ال سكوير على 16 قيمته طلعت معايا ب3 علامة 0.5. وهنا دبليو ال سكوير على 8 ناقص التلاتة علامة 3 علامة 4 9 1 على 2 يطلع معايا 3 علامة 3 1. وهنا هيطلع معايا ب دبليو ال سكوير على 8 يطلع معايا 6 علامة 1. وأبدأ إن أنا أشوف ستريب 4 رقم 4. ستريب رقم 4 اللي هو ده كده اللي أنا شغال عليه، اللي هو كان القيمة بتاعته مع اتجاه السهم اللي هي 0.513. فهيبقى عليه حمل موزع واحد اللي هو 0.513. انا معايا ده كده 0.513 وكان الطول بتاعه ب 6.75. علشان ان انا احسب المومنت عنده انا عندي كده دي الباقية هنا دبليو ال سكوير على 24 وهنا دبليو ال سكوير على 24 واوصل من هنا لهنا. لما احسب هنا دبليو ال سكوير على 24 اللي هي 0.513 من 1000 في ال سكوير اللي هي 6 علامة 75 على 24 تطلع معايا ب 5 علامة 4.2. وهنا كذلك 5 علامة 4.2. وهنا دبليو ال سكوير على 8 فيطلع معايا 2 علامة 9.1. بالنسبة لآخر ستريب اللي هو رقم 5 ستريب رقم 5 أبص وأشوف إيه هنا كده أنا معايا اللي هو ده كده ستريب رقم 5. لما أنا أجي أبص على اتجاه السهم اللي أنا كنت حاطه لما أنا عملت ألفا وبيتا يبقى معايا اتجاه السهم هنا كده اللي هو كان ب3 علامة 6.8 اللي هو الدبليو بتاعت الألفا. هيبقى عليها كذلك حمل واحد بالطول بتاعها 3.5. أنا معايا هنا كده الطول بتاعها كان 3.5 وعليها حمل اللي هو كان 3 علامة 68. علشان ان انا احسب المومنت عندها بقى دي كده هنا ده كده وهنا دبليو ال سكوير على 24 هنا دبليو ال سكوير على 24 هنا طلع معايا وليكن طلع معايا ب 1 علامة 6.1 هنا 1 علامة 6.1 هنا دبليو ال سكوير على 8 فيطلع معايا 4 علامة 8.5. كده يعتبر انا خلاص بقيت جاهز ان انا اقدر اجيب الاريا ستيل. طيب اجيب الاريا ستيل ازاي؟ انا دلوقتي بحسب الاريا ستيل عن طريق الدي. لازم ان انا احسب السي الاول، فانا بقول له الدي بتساوي السي في جذر الام التيميت على الاف سي يو في البي. طبعا البي انا واخد الشريحة اللي هي بواحد متر اللي هي قيمتها 1000 ملي متر، فدي كده معايا ودي هو مديها لي في السؤال كمعطى ب25. والدي اللي هي عبارة عن 120 ناقص 20 اللي هي ب100 اللي هي التخانة ناقص 20 والام التيميت السي هي اللي انا عايز احسب والام التيميت معايا في كل الشرايح اللي انا خدتها. طيب هاخد انهي واحدة؟ طيب هو بالعقل كده انا معايا ان الاريا ستيل المينيموم بتاعتي 5 فاي 10. لو انا خدت اكبر مومنت
يعني مثلا وليكن ان انا معايا هنا، وليكن انا معايا هنا اكبر مومنت كان كام؟ هذا كده في اول واحدة 6 84 5 6 84 ماشي. اكبر حاجة معايا اللي هي 6 84. انا هاخد واصمم على ال6 84 ده اللي هو اكبر مومنت معايا. لو طلع معايا اقل من 5 فاي 10، فانا هاخدها 5 فاي 10 وهمشي بقية البلان كله على 5 فاي 10. طب ليه انا مشيته 5 فاي 10؟ طيب انا دلوقتي خدت اكبر مومنت وطلع لي اقل من 5 فاي 10. طبيعي لما انا اخد مومنت اقل منه هيطلع لي حديد تسليح اقل من 5 فاي 10، فهضطر ان انا اقول له لا انا هاخده 5 فاي 10 عشان المينيموم. فانا هاخد اول حاجه اللي هو 6 علامة 84 وابدا ان انا اصمم عليه. اقول له انا معايا الدي كانت ب100 بيساوي السي اللي انا محتاجها، والام التيميت اللي هي 6 علامة 84 في 10 أس 6 على الاف سي يو اللي هي ب25 في البي اللي هي ب1000. طلع معايا السي بكام؟ طلع معايا السي ب 6 علامة 045. لو انا رحت الجدول هجيب الجي اللي هي 0.826. اقول له الارياستي هتساوي الام التيميت اللي هي معايا على الاف ييلد في الجي اللي انا لسه جايبها في الدي. اقول له هتساوي انا معايا 6 علامة 84 في 10 أس 6 على الاف يد معايا اللي هي ب350 هو مديهالي كمعطى، والجي اللي انا لسه جايبها اللي هي ب826 من 1000 في الدي بتاعتي اللي هي ب100. طلع معايا الكلام ده بكام؟ طلع معايا ب 236 و59 مليمتر مربع. لو انا جيت علشان ان انا احسب على الفاي 10، فانا هقسم الكلام ده كله على 78 ونص. هيطلع معايا رقم 3 وكسر اللي هو اللي انا بقربه ليه 4، فيبقى معايا 4 فاي 10 في المتر الواحد. طيب انا دلوقتي لسه قايل لك من شويه ان اقل حديد تسليح معايا هو 5 فاي 10 في المتر الواحد. طيب انا دلوقتي طلعت 4 فاي 10 باكبر مومنت. طبيعي لو انا خدت مومنت اقل منه وليكن اللي بعده اللي هو كان 5 علامة 41، وعشان ان انا اصمم عليه ما طبيعي هيطلع لي اقل من الاربعة اصلا، فهضطر ان انا اخده 5 فاي 10. فعلشان ان انا ما اضيعش وقتي هوحد كله على 5 فاي 10. يبقى انا كده معايا كله 5 فاي 10. بعمل حاجة بقى علشان ان انا في التسليح انا اصلا بكسح، فانا هقسم ال5 فاي 10 دول واقول له 2.5 فاي 10 زائد 2.5 فاي 10 برميتر رن. طيب انا دلوقتي خلصت كل حاجة، وهو هيتسلى على 2.5 فاي 10 زائد 2.5 فاي 10. ابدأ ان انا ارسم على البلان. نحذف ده كله. اول حاجة انا ببص كده، يعني العين بتاعتي ببص كده. فطبيعي انا وليكن هبدأ مثلا التسليح، انا باخد الفرش كده والفوق، وباخد مسافة 1/10 في ال يعني مسافة من هنا كده، اسيب مسافة 1/10 في ال هنا، وليكن اطلع واوصل مثلا بزاوية 45. وهنا لو كاميرا متصلة لو كاميرا مثلا متصلة من ناحية واحدة، فأنا باخد الطول الكبير على 10، باخد الطول الكبير على 4. وليكن هسيب من هنا
هنا الطول الكبير معايا 4، فيبقى 4 على 4 اللي هي ب1، فهسيب مسافة 1 سنتي من هنا كده، اللي هي مثلا في اللوحة اللي هي 1 متر، عشان دي 4 متر، يبقى اسيب مسافة 1 متر من هنا وارفع لفوق، وهمد للناحية التانية x على 3 اللي هي 4 على 3، واشوف هيطلع معايا بكام وامد، وبعد كده اعمل الجنش. وكذلك الناحية التانية هنا كده، انا معايا المسافة هنا 1/10 في الطول، وهنا x على 4 اللي هو الطول الطويل على 4، وأمده مسافة ال على x على 3، وشوف هيطلع معايا بكام، اللي هو 4 على، دايما أنا باخد الطول الكبير، يعني أنا عندي هنا 3.5 وهنا عندي 4، لأ أنا هاخد ال4. طيب بالنسبة لهنا برضو نفس الوضع، هنا هسيب مسافة 1/10، 1/10 في الطول، وابدا ان انا اكسح واطلع فوق واوصل اكس. بس هنا انا معايا كاميرا متصله من تلات من ناحيه على اليمين ومن ناحيه على الشمال، فهنا بقول حاجه تانية خالص في التسليم. هنا هقول هسيب مسافه من هنا، يعني وليكن ان انا هبدا مثلا من هنا كده، هسيب مسافه اللي هي الحته دي كده، هسيب مسافة x على 5 اللي هو الكبير على 5، الكبير معايا اللي هو 4 على 5 يكون 4 اللي هي 8/10، هسيب مسافة 8/10 من هنا وأقوم مكسح لفوق. هنرجع كده خطوة، 8/10 وأقوم مكسح لفوق، وهنا برضو 8/10 وأقوم مكسح لفوق. طيب همد مسافة كام؟ همد مسافة x على 4، x على 4 دي اللي هي الطول الطويل على 4 اللي هو 1. أنا همد هنا كده 4 على 4 اللي هي ب1، فهمد الناحية التانية 1 متر وأقوم مكسر، وهنا برضو 1 متر وأقوم مكسر. أجي هنا نفس الوضع، هنا كده هسيب 8 هسيب من هنا كده 1/10 في الطول، وهنا تسيب 8/10 وأرفع لفوق، وبعد كده أكسح وأوصل مسافة 1 متر وأقوم مكسح. كده أنا كسحت في الاتجاه الأفقي. طيب بالنسبة لي الاتجاه الراسي، أنا قلت لك أنا ببص كده، فطبيعي إن أنا هشوف الرسمة كده، شوف التكسيح كذلك، وكذلك همد نفس المسافة. معلش عشان ايدي بس مش مظبوطة، هنا كده برضو، وهنا نفس الكلام. لكن هنا في البلاطة دي انا همد التكسيح ده لحد كانتليفر، وهنا برضو لحد كانتليفر. طيب بالنسبة للكانتليفر، الكانتليفر بتسلح شوكة، يعني هاجي انا مثلا هنا كده منطلق واقوم مكسحه، المسافة اللي هو دخلها هنا دي كده 1.5 من طول الكانتليفر، وهنا برضو انا ببص كده، فهيبقى التكسيح كده 1.5 كذلك. لكن هنا في الكانتليفر لازم ان انا اشوف الحديد ده، طبعا هنا دي معمولة شوكة فهتتشال على ايه، فانا برسم له خط كده، وكذلك هنا برضو، واكتب له عليه مثلا 5 فاي 10 برميتر رن، وتوب اند بوتوم، وكذلك هنا توب وبوتوم، و5 فاي 10. وبالنسبة للشوكة
شوكة بتمتد مسافة 1.5 من طول الكانتليفر، لكن أقل فاي للشوكة بتبقى فاي 12. أنا وليكن بسلح 5 فاي 10، فهاخد الكانتليفر 5 فاي 12. بس كده، ده كان عبارة عن فيديو بسيط لشرح البلاطات السوليد سلاب، وكمان بالنسبة للمشروع بتاع خرسانة واحد. شكرا جدا لكم.